أنا عندي 40 سنة ومن سواقين النقل التقيل، وعندي مواقف كتيرة جدا ممكن أحكيها. مواقف كتيرة جدا صدفتني وأنا على الطريق، مواقف كتير منها الصعب ومنها اللي بفضل الله عرفت أخرج منه. مواقف كتير ممكن تشيب شعر راسك، خصوصا المواقف اللي بتقابلك بالليل وانت محمل حمولة تقيلة جدا وماشي على طريق سريع أو طريق زراعي مفيهوش حرفيا صريخ ابن يومين، واللي لو حصلت لك أي مشكلة فيه ممكن ما تلاقيش حد يعرف ينقذك فيه. مواقف كتيرة جدا منها اللي كان بغرض السرقة والسلب والنهب، ومواقف كتيرة تانية ممكن أهدافها مش محدودة ولا غرضها معروف، ومواقف تانية ممكن بسم الله الرحمن الرحيم مواقف غريبة وحاجات العقل ما يفسرهاش ولا المنطق. وده لأني ساعات بيطلب مني حمولات تقيلة جدا أوديها مثلا مناطق زي الوادي الجديد أو زي الصعيد أو زي الواحات مثلا، فدايما بصادف مواقف زي دي. والنهاردة يا سيدي أحكي لكم قصة من القصص اللي هي قابلتني، واللي يمكن دي أكتر قصة أساسا أثرت فيا وأثرت فيا نفسيا. يمكن بعدها بفترة كبيرة قعدت أفكر، ويمكن قعدت أخد أجازة فترة كبيرة علشان أعرف أتعافى من الموقف ده. اليوم ده تحديدا كان في نص شهر 12 بالظبط، والجو كان فعلا في منتهى البرودة، الدنيا كانت ساقعة جدا، والحمولة اللي كانت معايا كانت حمولة من مصنع الأسمدة، وكنت مضطر امشي بيها مسافات كبيرة جدا خصوصا جوه الطريق الزراعي. وكان المصنع ده مضغوط عليه ان لازم الحمولة اللي عنده دي كلها تتنقل في خلال 3 ايام لا اكتر، وده كان ضاغط على السواقين بشكل كبير جدا، واللي خلاهم لازم يطلعوا الحمولة دي وينقلوها للمكان المعروف او المصنع التاني ده اللي كان بعيد، ينقلوها في خلال 3 ايام حتى لو هيضطروا ان هم يناموا ويباتوا في الطريق. وانا كنت من ضمن السواقين اللي اختاروهم علشان ينقلوا الحمولة دي في خلال 3 ايام. وعلشان تبقوا عارفين شكل العربية او الكابينة من جوه بيكون عامل ازاي، فهو بيكون جنب السواق كرسي للتباع، بس اليوم ده للأسف ما كانش معايا تباعين. بين الكرسي بتاع التباع والكرسي بتاعي بتاع السواق كان فيه زي تابلو صغير بيتحط عليه زي كده كوبايات الشاي والقهوة، وكان تحتيه زي خزنة صغيرة ممكن تحط فيها تليفونك او ممكن تحط فيها اي حاجة. وورا كرسي السواق وكرسي التباع في زي كابينة صغيرة فيها سرير صغير ممكن تنام عليه، ومن فوق كده السواق في جهاز، ده جهاز راديو ده متسجل عليه ترددات كل العربيات اللي في الشركة معانا، علشان لو احنا قريبين من بعض في الطريق نقدر ان احنا نتواصل مع بعض لو احنا في حدود 2-3 كيلو. كمان جنب السواق في تلاجة صغيرة يقدر يحط فيها اي مشروبات او اي حاجة يقدر يخزنها لو هو طبعا بيسافر مسافات طويلة، وده زي حالاتي. وعلشان كده في اقرب طريق انا بنزل وباخد كل حاجة انا ممكن اكون محتاجها، خصوصا لو انا هعدي على طريق طويل ما فيهوش اي دجاجين وما فيهوش اي مكان او معالم ممكن اشتري منها، وهسافر لفترات طويلة او هفضل سايق لساعات طويلة بدون اي توقف. ولنفس السبب برضو اليوم ده بالذات وقفت عند بنزينة، البنزينة دي وقفت عندها حوالي الساعة 9 بالليل، وده علشان انا بعد البنزينة دي تقريبا مش هقدر ان انا افول العربية تاني، مش هقدر احط فيها بنزين، لان المسافة اللي بعد كده هعدي على الطريق الزراعي وهناك مفيش اي معالم موجودة، انت ماشي في مكان خالي تماما من اي معالم، لا في دكاكين ولا في مستشفيات ولا في بنزينة ولا في حتى اسم شرطة، مفيش اي حاجة غير الفراغ والاراضي الزراعية اللي موجودة هناك. هفضل ماشي فترة طويلة جدا على الطريق ده، علشان كده كان واجب عليا ان انا اشتري كل مستلزماتي، وكمان احط في العربية بنزين احتياطي علشان افضل اسافر وانا مطمن مفيش اي حاجة تحصل لي في الطريق ده، مش هعرف اعمل حاجة. وفعلا عند اقرب بازار او اقرب سوبر ماركت نزلت اشتريت حاجات اكلها، واشتريت كام علبة سجاير كده، واشتريت اللي انا عايزه كله وطلعت. وكان فاضل ان انا اعدي على البنزينة اللي جاية علشان افول بيها بنزين واتكل على الله على الطريق بتاعي، اقضي يومي واقضي ليلتي في الطريق ده ان شاء الله. والقصة بدأت اول ما دخلت عشان افول العربية بالبنزين، وقابلت هناك الشاب اللي كان بيفول العربية، لكن كان في حاجة غريبة جدا، الشاب ده ما كانش بيتكلم معايا ولا كلمة، وتقريبا انا معرفش، انا شاكيت ان هو بيعرف يتكلم اساسا، ممكن يبقى اصمم مثلا ما بيسمعنيش او انا مش عارف في ايه، كان في حاجة غريبة جدا. قعدت اتكلم معاه وانادي عليه، وكل اللي هو بيعمله ان هو بيبص لي وعينه واسعة جدا، بيبص لي بطريقة غريبة.
عمال اقول له طيب فوّل لي بكذا، اعمل لي كذا، ما كانش بيرد عليا غير بان هو يشتغل وخلاص، ما كانش بيتكلم خالص. والمفروض ان شغله ان هو يتكلم مع الزباين والناس اللي بتجيله على الاقل يعني. لكن ده استغربني جدا واستوقفني، يعني هو بيعمل كده ليه، او ايه اللي خلاه يعمل حاجه زي كده. المهم ما حطيتش في دماغي ولا حطيت في بالي، اخدت البنزين ومليت العربيه وخدت كل حاجه ومستلزماتي وكلها، ودفعت له اللي هو عايزه اللي كان مكتوب على الشاشه، واديت له الفلوس. وهو لحد ما انا ركبت العربيه عمال يبص لي ويبرق لي. طب انت بتبرق لي ليه؟ انا ما اعرفش حقيقي لحد دلوقتي، انا ما اعرفش هو كان في ايه الشخص ده، هل هو في مرض معين او عنده نفسيه معينه، الله اعلم. خدت بعضي وابتديت ان انا اخش في الطريق الزراعي، واللي كان كله اساسا فراغ ما فيهوش اي حاجه، عباره عن طريق كله صحراء وكله اراضي زراعيه. وفضلت ماشي في الطريق فتره طويله، وطول ما انا ماشي اقعد ادير كده في الراديو اشوف حاجه اسمعها، او اسمع اخبار معينه، او افتح اذاعه القران الكريم، او ادير على الاخبار الموجوده او اذاعه الاخبار، اي حاجه تسلي طريقي وانا ماشي وتطمني ليس الا، او افتح الراديو التاني اللي بيستقبل الموجات بتاعت العربيات اللي موجوده من نفس الشركه، لعل وعسى ان الاقي حد من الشركه موجود معايا او قريب من سكتي، نتسلى مع بعض ونتكلم مع بعض في الراديو. لكن كل ده يعني كان الطريق ممل اكتر منه بكتير. ما عرفتش ان انا اطلع من نفسي ببر المود خالص الا اني اطلع من الطريق ده اساسا. واللي زود البله طينه ان الطريق كانت اضاءته سيئه جدا، تقريبا كل مسافه قد ايه تلاقي عمود نور، وكمان الاضاءه بتاعته وحشه جدا، اضاءه ضعيفه، يا دوب بس تعرف تشوف اللي قدامك، حتى ما تشوفوش، تشوف خيالات بس. تحس ان الطريق ده من عالم تاني وكوكب تاني، عالم منعزل تماما بشكل مختلف. وكل قد ايه تلاقي عربيه معديه من جنبك، كل فين وفين يعني ما تلاقيش عربيه معديه من جنبك. تقريبا الناس او كتير جدا من الناس ما بيعدوش من الطريق ده، نادرا، لان الطريق ده كان بيعدي على اماكن كتيره، اماكن صناعيه، يعني اللي بيعدي منه يا عربيات نقل تقيل يا عربيات ليها علاقه بالاداريين فقط ليس الا. بعد الساعات بتاعه العمل ما بتنتهي كل علاقة الناس بالعربيات من المكان ده اساسا، محدش بيعدي من هنا تماما غير عربيات النقل التقيل اللي بتعدي في المهمات الرسمية للنقل زي حالاتي كده. المهم وانا مشغول بالسواقة ومركز في الطريق وانا فاتح اي اذاعة كده بسمعها، بتفاجئ بموقف غريب او مشهد غريب جدا. بلاقي شخص واقف وسط الصحراء دي، وسط الاراضي دي كلها، واقف جنب احد الاعمدة بتاعت النور. انا ما حددتش شكله ولا ملامحه قوي، بس عرفت هيئته. هو عبارة عن شخص لابس قميص وبنطلون، لابس قميص ابيض وبنطلون لونه اسود، وكان واقف جنب احد اعمدة النور. تقريبا هو كان مستني عربية او مستني حد يوصله، بس ما فيش عربيات نقل بتعدي من هنا، يعني لا في عربيات ولا اتوبيسات النقل اللي عم بتعدي من هنا اساسا، ولا في حد اساسا ممكن يقف له. هو واقف مستني مين؟ الله اعلم، يمكن يكون تايه. بس الشخص التايه او الشخص اللي هو عايز اي حد ينقله على الاقل بيشاور لاي عربية ممكن تعدي عليه، وده ما بيشاورش، ده حاطط ايده في جنبه وواقف بيبص بس على العربية وهي معدية اللي هي عربيتي. هو لو كان عايز اي مساعدة على الاقل كان شاور، لكن الشخص ده واقف ما بيشاورش اساسا، وده انا استغربته جدا. طب انت واقف هنا بتعمل ايه اساسا؟ تساؤلات كتيرة جدا جت في دماغي، بس انا بصيت عليه كده هو عمال يبص عليا، وشفته في المراية عمال يبص على العربية وهي معدية ومنتبه جدا من غير حتى ما يشاور او يطلب مساعدة. موقف غريب جدا. المهم ما خدتش في بالي وسبته، مشيت وعديت عليه من غير انا اساسا ما اقفله، لان هو اساسا ما شاورليش. فمشيت كملت طريقي عادي، وفي الوقت ده كنت جعان جدا، فطلعت حاجة كلها وكملت طريقي عادي. لكن الاغرب بقى اللي حصل تاني، ان وانا ماشي لقيت تحت احد اعمدة النور اللي هي مطلعة اضاءة خفيفة جدا شخص واقف تاني برضو في نفس المواصفات. الغريب الاكتر ان هو في نفس المواصفات الشكلية للراجل الاولاني اللي انا شفته اساسا، نفس القميص والبنطلون، قميص ابيض وبنطلون اسود، وما بيشاورش وحاطط ايده في جنبه، وما بيشاورش لاي حد ممكن يعدي اساسا،
وفضل برضه يبص على العربية بتاعتي وانا معدي عليه من غير ما يشاور لي او يطلب مساعدة، كأن الراجل ده موجود هنا بمزاجه وهو عايز يفضل هنا. طب ايه اللي موقفه على الطريق؟ ثم هو نفس الراجل ازاي ونفس المواصفات ازاي؟ استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت اكيد دول من عمار الطريق، واللي اصدقاء ليا كتير سواقين كانوا اتكلموا معايا عن عمار الطريق. عمار الطريق دول شخصيات كده من بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بيبقوا موجودين في الطريق وبيبقوا زي كده حرسة الطريق. ممكن تلاقيهم على هيئة شخص ممكن يشاور لك ويركب معاك وتبص فجأة ورا ما تلاقوش قاعد، او ممكن واحد تاني يحاول ان هو يوقفك عشان تنقذه ولما تقف ما تلاقيش اي حد، وهكذا مواقف كتير زي دي. طبعا انا اول ما شفت الموقف ده فتحت اذاعة القرآن الكريم على طول وجدتي اتلبشت. قلت مش ناقصة الليلة دي، لازم اعدي من الطريق ده على خير وربنا يطلعني من اليوم ده على خير. المهم ما يعديش 100 متر تقريبا من الموقف ده وفجأة الاقي في نص الطريق شخص مرمي على الارض. يا ساتر، هي دي حادثة ولا ايه؟ شخص تقريبا عربية خبطته او حاجة كده، والعربية اللي خبطته تقريبا خدت بعضها وهربت. انا طبعا وقفت، بس انا من الناس اللي بتحرص جدا. انا مش لوحدي، انا معايا عربية فيها حمولة بملايين، ما ينفعش كده اقف واسيب العربية وانزل. بس بصيت كده من الشباك بتاع العربية للشخص اللي واقع على الارض، استغربت ان مفيش اي دم ومفيش اي حاجة متكسرة. يعني العربية اللي هتبقى خبطها مثلا هيبقى فيها جزء مكسور او حتى جزء من الفرامل بتاعت العربية او الكاوتش بتاع العربية اللي فرملت عليه معلم في الارض. ما كانش فيه اي حاجة او اي علامات. حتى الراجل نفسه اللي لابس ايه ده لابس قميص ابيض وبنطلون اسود برضه، ده نفس الراجل اللي انا لسه مقابله من 100 متر واللي كان واقف على الطريق، هو نفس الراجل اللي مرمي قدامي. انا جدتي اتلبشت، واول ما ادركت وكنت لسه هساعد وهشوف الراجل ده مين وايه اللي خبطه او اكلم الاسعاف او اكلم اي حد، اكتشفت ان في نفس المواصفات بتاعت الراجلين الشخصيتين اللي انا قابلتهم على الطريق، اللي هما الاتنين شبه بعض، واللي هما الاتنين نفس الشخص اللي انا شايفه قدامي مرمي في نص الطريق. اول ما حسيت بكده رحت جاي مشغل العربية وطالع ومحازي جنبه كده وماشي على طول وكملت طريقي. الغريب الاكتر ان وانا ماشي بعد ما عديت الشخص ده من غير ما اساعده ببص كده في مراية العربية علشان اشوف اللي مرمي على الارض، ما بلاقيش حاجة مرمية على الارض. ببص في المراية بلاقي الشخص اللي كان مرمي على الارض وقف على رجليه وبدأ يوصلي في المراية. انا جدتي اتلبشت، اترعبت، وبعد ما كنت ماشي بسرعة متوسطة علشان القانون بيقول كده بدأت ان انا اشد حيلي في السواقة واشد شوية بالعربية علشان اطلع من الطريق ده، اطلع من هنا باي شكل وباي صورة. المهم وانا ماشي لمحت كده في الطريق او على جنب الطريق زي اضاءة موجودة، تقريبا دي استراحة او حاجة. الحمد لله لقيت استراحة وبسرعة دخلت بالعربية وقفتها في الجراج اللي جنب الاستراحة ونزلت علشان اريح شوية بقى من الطريق واللي انا شفته ده. والاستراحة دي زي ما هوصفها لكم دلوقتي هي عبارة عن دور اول، عبارة عن زي كافيتيريا او مطعم، يعني حاجة كده بين الاتنين. جنبيه في سوبر ماركت او مكان بتشتري منه الحاجة اللي انت عايزها، وقدامه مساحة كده زي جراج علشان تركب فيه العربية بتاعتك. والجنب التاني عبارة عن دور كده يعني يعتبر حمامات، يعني استراحة بسيطة جدا. المهم انا ما صدقت اساسا الاقي استراحة، ده الحمد لله ان في استراحة موجودة هنا. المهم قعدت وطلبت كوباية شاي علشان اروق دماغي واروق دمي من اللي انا شفته ده. المهم وانا قاعد في قلب القهوة دي كان باين عليا التوتر جدا، لدرجة ان في راجل عجوز كان قاعد جنبي كان ملاحظ الموضوع ده. وعلشان الوقت وقتها كان متأخر، كانت الساعة وقتها عدت 2 بالليل تقريبا، فالراجل جاب الشيشة بتاعته اللي كان بيشيش فيها وجاء قعد جنبي وراح بصص لي كده وقال لي السلام عليكم، انت اللي معاك العربية اللي محملة بره دي؟ فرديت عليه قلت له ايوه، في حاجة؟ قال لي لا،
اصل دلوقتي نادرا ما بلاقي عربيات كبيرة بتعدي من هنا. قلت له ليه؟ هو مش المفروض ده طريق زراعي او طريق سريع بتعدي فيه العربيات النقل عادي؟ قال لي ايوه، بس في ناس كتيرة ما بتحبش تعدي منه او بتغير الطريق ده بسبب القصص اللي بيسمعوها عنه او بسبب المواقف الكتير اللي اتقالت لهم من سواقين تانيين. طبعا انا بصيت له كده وقلت له مواقف زي ايه يعني؟ فالراجل سألني قال لي هو انت ما شفتش اي حاجة وانت جاي في الطريق دلوقتي؟ اصل لما مؤاخذة كده باين عليك متوتر وعمال تبص شمال ويمين ووشك اصفر زي الليمونة، انت ايه حكايتك؟ قلت له لا حكاية ولا رواية، الجو بس برد شوية وبصراحة الطريق كله ضلمة فرح جاي مقاطعني. قال لي وشفت ايه كمان؟ قلت له بص انا مش هكدب عليك، انا فعلا شفت حاجات غريبة في الطريق، بس انا من كتر توتري دلوقتي انا مش هقدر احكي حاجة. قال لي لا تتوتر ولا اي حاجة، مش انت لوحدك اللي حصل له المواقف اللي زي دي، ومش انت لوحدك اللي شفت الاهوال وشفت حاجات يمكن اسوأ من اللي انت شفتها. قلت له اسوأ من ايه؟ اسوأ من ان انا اشوف راجل 3 مرات في 3 اماكن مختلفة، منهم مرة كان مرمي قدامي قدام العربية كنت بحسبه ان هو مضروب بعربية او كان في حادثة، وابص في مراية العربية بعد ما اسيبه وامشي الاقيه واقف بيبص لي. الراجل ضحك ضحكة هستيرية وبيقول لي ده اكيد ابو عمة. قلت له نعم ابو عمة؟ ابو عمة مين ده؟ قال لي اصل الراجل اللي انت شفته في الطريق ده احنا عارفينه وبيظهر لنا وبيظهر لغيرنا وبيعمل فينا مواقف كتيرة واسمه ابو عمة. فقلت له ابو عمة ازاي يعني؟ انا لما شفته ما كانش لابس عمة خالص، يعني ده راجل لابس قميص وبنطلون. قال لي لا، ما هو بيتشكل باشكال كتيرة وبيلبس لبس كتير، بس اللبس الاصلي بتاعه ان هو بيبقى لابس لبس العربي بتاعه ولابس عليه عمة، عشان كده سميناه ابو عمة. قلت له طب يا ترى ايه حكاية ابو عمة ده ولا ايه قصته؟ قال لي ابو عمة ده واحد حصلت له حادثة من زمان على الطريق ده، ومن ساعة الحادثة بتاعته وموته على الطريق والروح بتاعته بتطلع وبتظهر في كذا مكان على الطريق. مرة بيلبس لبس مختلف وبيقف لناس يشاور لها، ومرة تانية ما بيشاورش، ومرة تالتة يعمل نفسه ان هو ميت على الطريق علشان اي حد ينزل ويشوف في ايه ويساعده يعني، بس هو ما بيأذيش حد، هو بس بيخوف الناس وبيلعب معاهم. قلت له يلعب معاهم؟ حتى الحاجات دي فيها لعب؟ قال لي يا ابني بكرة تشوف وتتعود وتشوف اللي أسوأ من كده كمان. قلت له أسوأ من كده؟ هو في أسوأ من كده؟ قال لي يوه ده بكتير، تحب احكي لك على اللي انا صادفته قبل كده؟ قلت له قول يا حاج. قال لي عشان تعرفني يا ابني انا محسوبك مسعود، اكتر من 30 سنة شغال على النقل التقيل، قابلت مواقف كتير ودخلت في طرق صعب اي حد يسوق فيها، وبفضل الله كنت بسوق فيها وكنت بوصل اللي انا بوصله من غير اي مشكلة. بس ده ما كانش ببلاش، انا شفت مواقف كتيرة مرعبة، ومش مواقف كده لعب واي كلام، لا ده مواقف موت. يعني عندك مثلا لا مؤاخذة في مرة كنت محمل حمولة اعلاف وكنت رايح بيها الوادي الجديد، وانا كنت المفروض ان انا طالع بدري علشان الحق يومي والدنيا ما تضلمش عليا في الطريق اللي هناك ده، لانه طريق صحراء ومفيهوش اضاءة بالليل. لكن لسوء حظي الدنيا مطرت وجزء من الطريق غرق ميه، وده اللي اضطرني امشي بسرعة اقل من السرعة المطلوبة علشان اوصل، وده خلاني اخيب في السكة، والدنيا للأسف ليلت عليا وانا في الطريق. اللي حصل يا ابني ان المفروض اساسا الطريق اللي انا ماشي فيه ما كانش عليه غيري، ده طريق نقل عام، بس طريق العربيات التقيلة والحمولات التقيلة، ما كانتش بتعدي منه العربيات الملاكي ولا العربيات الميكروباصات. لكن انا وانا ماشي لقيت من بعيد اضاءة بتلعب لي، كأن حد بينور لي بالعربية بيقول لي تعالى في حاجة هنا او انقذني، وقعدت الإضاءة تنور لي. وانا كنت مستغرب يعني مين اللي هيدخل الطريق ده دلوقتي، او الملاكي اللي هيدخل الطريق ده، لان دي مش إضاءة عربية نقل. فرحت كده قعدت اقرب منها، لكن يا ابني الغريب بقى ان كل ما اقرب منها اكتشف ان هي بتبقى ابعد، كل ما اقرب وامشي بالعربية
اكتشف ان هي كمان بتبعد، لدرجة ان انا شكيت، قلت ان هو ماشي بعكس الطريق ولا ايه، وماشي بعكس الطريق بظهره. طب ازاي؟ ما هي دي اكيد اضاءة الفانوس الامامي، يعني هو جاي عليا ازاي وانا رايح له وهو بيبعد عني؟ ما خدتش في بالي قوي وما فكرتش اكتر من ان انا اشوف الشخص اللي على الطريق ده محتاج ايه او محتاج انقذه بايه بالظبط. لكن اللي حصل ان انا كل ما اروح له الاقي الطريق بيبعد اكتر عنه وما بوصلهوش، فين وفين ما عرفتش اوصل له اساسا. المهم يا ابني فضلت ماشي لحد ما وصلت لمفترق طرق. هعدي بقى اروح طريق تاني خالص منفصل عن الطريق اللي انا كنت فيه، وصاحب العربية العطلانة ده او اللي محتاج مساعدة ربنا يتولاه. وفعلا رحت بالطريق التاني او مفترق الطرق التاني ده عشان اروح المكان اللي انا عايزه. لكن الغريب يا ابني واللي شفته اني ما كملتش حوالي كيلو بالعربية وتفاجأ ان في اضاءة على الطريق، نفس الاضاءة اللي قابلتني على الطريق الرئيسي قبل ما ادخل المفترق بتاع الطرق ده. بصراحة لما شفت الموقف ده تاني دماغي اتقلبت، والمشكلة والغريب الاكتر ان الاضاءة دي كانت بتلعب مش موجودة على الطريق الرئيسي، حاجة معرفش اوصل لها، دي كانت موجودة جوه الصحراء نفسها، وانا كنت شايفها وانا ماشي على الطريق. اضاءة عمالة تلعب لي كأن حد بيديني انذار اني اجي انقذه. وكل ما اقف في العربية الاقي هي المسافة، امشي بالعربية عشان اقرب الاقي المسافة بتبعد اكتر، كأن اللي بينور لي ده قاصد يسحبني لمكان او متاهة. انا بصراحة خفت جدا وقلقت، وهنا عرفت ان في حاجة غلط في الموضوع. المهم يا ابني ربنا سترها معايا وطلعت من الطريق ده على خير. لكن اللي ما كانش خير خالص لما عرفت حقيقة النور ده ايه، لما واحد كبير كان اكبر مني وقتها حكالي وقال لي ان اللي انا شفته ده نوع من انواع الجن. ايوه، نوع من انواع الجن بيبقى موجود في الصحراء واسمه ابو فانوس. الجن ده غرضه ان هو يلاعب الشخص وان هو ينور له في وقت الليل او في الاماكن الصحراوية او الاماكن الزراعية، ينور له على اساس ان الشخص التاني يروح بسرعة للمكان اللي فيه النور ده. وان الغرض من الاضاءة اللي بيطلعها دي انه يخلي اي شخص بيشوف الاضاءة دي يروح له بسرعة ويسحبه المكان مكان ما يرجع لهوش تاني. وان كل السواقين اللي ماشوا ورا الاضاءة دي او راحوا لها ما رجعوش تاني خالص. شفت بقى يا ابني ان في حاجات اصعب من كده بكتير، ممكن تموتك، ممكن تنهيك خالص. قلت له والله يا حاج انا كنت عايزك تطمني مش تخوفني. رد عليا وقال لي انا مش قصدي اخوفك يا ابني، انا عايز انورك، عايزك تبقى فاهم ومش كل حاجة تروح وراها. يمكن او لعل وعسى اي حاجة تكون قصدها ان هي تأذيك مش تنفعك، لازم تبقى واخد بالك خصوصا على الطريق اللي انت ماشي عليه لوحدك وبالليل. سمعت الكلمتين دول من الحاج وشربت الشاي وقمت علشان اشوف هنام فين، علشان مستحيل امشي على الطريق ده تاني في الوضع ده. ما لقيتش انسب من الكابينة بتاعت العربية بتاعتي السرير اللي موجود في الكابينة انام عليه. وفعلا دخلت الكابينة وتربست على نفسي وقفلت بيبان العربية كويس والإزاز، وشديت الستاير بتاعت الإزاز الأمامي والجانبي ودخلت أنام. ونمت وما صحيتش غير على الصبح، وبعدها كملت طريقي الحمد لله ووصلت بالسلامة. لكن الليلة دي كانت فعلا أصعب ليلة وأغرب ليلة عدت عليا طول ما أنا شغال سواق أساسا. فهمتني حاجات كتيرة واخدت بالي من حاجات كتيرة جدا على الطريق. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. حلقتنا طويلة شوية، يا رب تكون الحلقة يعني لما تسمعوها تكون استمتعتوا واخدت بالكم من حاجات كتيرة واستفدتوا منها.
وبشكر جدا كل التعليقات الإيجابية اللي وصلت لي. أنا بشوف كل الكومنتات، كل الناس دي أنا يعني بشكرها جدا جدا، وأنا مكمل علشانكم انتوا. ولو في حد عنده أي قصة محتاج إنها تتعمل حلقة، يا ريت يكتب لي في الكومنتات وأنا هتواصل معاه. وتعمل لايك وسبسكرايب للحلقة ولأي حلقة تشوفها، وتعمل سبسكرايب علشان تشوف كل الجديد وتوصل لك كل الحلقات اللي ممكن نعملها وننزلها في أقرب وقت إن شاء الله. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.